أهلاً بكم جماعة. خبر جديد يهم كل محبي المنتخب الوطني الجزائري. المنتخب راهو يتحضر لمواجهات ودية مهمة قبل كان 2025 واللي راح تشعل الحماس عند الجماهير. من 10 حتى 18 نوفمبر 2025 المنتخب الجزائري راح يدير معسكر تدريبي في مدينة جدة السعودية. أول مباراة ودية ضد السعودية وبعدها مواجهة قوية ضد زيمبابوي. المعسكر هذا هو آخر فرصة للمدرب باش يجرب التشكيلة ويحضر الفريق قبل المنافسات الرسمية. الجماهير متحمسة والكل يتساءل شكون اللاعبين الجدد اللي راح يسطعوا، شكون راح يكون نجم المعسكر. التحدي كبير والمنتخب بحاجة يثبت قوته قبل الانطلاق في كأس إفريقيا. وإيش رأيكم انتوما؟ شكون اللاعبين اللي متحمسين تشوفوهم يلعبوا؟ خليولنا التعليقات وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلكم كل الأخبار الساخنة عن المنتخب الوطني.